سنة 2026 خلاص هتبتدي، يعني السنة الجديدة بتبتدي أهو، والنهارده إحنا في أواخر ديسمبر 2025. لو أنا قُلت لك تجيب ورقة وقلم دلوقتي وتكتب الأهداف اللي أنت كنت محدد إنك تخلّصها أو تنجزها في السنة دي، في سنة 2025، في الأغلب أهداف أنت حددتها في يناير في أول السنة. يا ترى في كام هدف من الأهداف دي أنت فعلًا أنجزتهم أو خلّصتهم أو وصلت للي أنت عايزه؟ للأسف النسبة الأكبر من الناس بيكونوا ما عملوش معظم الأهداف دي، وفي نسبة كبيرة أوي بتكون ما عملتش ولا هدف تمامًا. طب إيه المشكلة؟ هل المشكلة في الأهداف نفسها، إحنا حاطين أهداف غلط، والّا المشكلة في الخطة اللي توصّلنا للأهداف، والّا أنت أصلًا مش عارف الفرق بين الاتنين، والّا هل المشكلة أصلًا فينا إحنا اللي عندنا المشكلة مش الهدف ولا الخطة؟ هو ده بالضبط اللي عايزين نتكلم عنه في حلقة النهارده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والpersonal finance وحالتك المادية. فتعالَ كده نفكر في كذا محور. أولًا في ناس بتحط كذا هدف في السنة، وفي ناس بتوصل لأهداف قليلة من الأهداف دي، في ناس بتوصل لنُص الأهداف، في ناس بتوصل للأهداف كلها، ودي حاجة rare، ده أقل من 1% من الناس، والأكترية من الناس مش بيوصلوا لأي هدف تمامًا. المشكلة إن دلوقتي في سنة جديدة بتبتدي، وأنت ناوي إن شاء الله تخطط للسنة الجديدة، وتقول السنة اللي فاتت دي أنا اتدلعت، بس السنة الجاية دي إن شاء الله هي هتكون السنة اللي مختلفة. وأنا هاسألك سؤال، هو إيه اللي هيختلف؟ طالما أنت في 2025 بدأتها بخطة معينة وما وصلتش أهو خلاص للهدف، والسنة اللي قبلها 2024 في الأغلب كنت برضه حاطط خطة إنك تحسّن حياتك، لإن إحنا بنحب دايمًا في البدايات الجديدة ناخد خطوات نحسّن حياتنا عادي. طب إيه اللي اختلف من 24 ل25 ل26؟ ولا أي حاجة اختلفت، أنت ما اتعلمتش إزاي تضبّط خطة، إزاي تحط أهداف، ففي الأغلب لو جيت من غير الفيديو ده تحاول تعمل أهداف للسنة الجديدة وخطة وتمشي عليها، في الأغلب هتفشل. فعشان كده مهم أوي إن أنت تدرك إن في مشكلة عندك، ومهم أوي إن أنت تدرك إن أنت محتاج تتعلم حاجة تحل المشكلة دي. فالنهارده أنا هاكلمك على، أنا كاتب قدامي هنا شوية كده خطوات، يعني أعتقد 5 خطوات بالضبط، هنتكلم على تقريبًا 4 منهم، ال5 هنسيبها كده تشويقية، علشان نعرف إيه اللي أنت هتعمله علشان تحط أهداف للسنة الجديدة وتحققها. فأول حاجة خالص عايزين نعملها فكرة إن إحنا حاجة اسمها review where you are. أنت لازم تعمل تقييم لنفسك، تقييم لحالتك الحالية وأنت فين. طبعًا لمّا باقول تقييم لنفسك قصدي تقييم لنفسك في الهدف بتاعك، بمعنى لو أنت مثلًا هدفك متعلق بالفلوس، وبنسبة كبيرة لو بتتفرج على البودكاست فالهدف ده يعني بتاعك متعلق بالفلوس. أنت فين النهارده؟ يعني أنت عندك دخل والّا لأ، ودخلك ده كام؟ أنت عندك مصروفات والّا لأ، والمصروفات دي كام؟ أنت محوّش كام في البنك؟ أنت هل فلوسك بالpositive والّا بالnegative؟ في أسئلة كتيرة جدًا أنت لازم تسألها بنفسك علشان تقيّم نفسك. ليه؟ لإن أنا مستحيل مثلًا أقول لك خلاص يبقى الهدف بتاعك إن أنت عايز مثلًا تعمل 100.000.000 جنيه في آخر 2026، وبعديها لمّا بقى آجي أسألك عن دخلك وكده أكتشف إن أنت كل شهر في السنة بتطلع من الشهر ده خسران فلوس أساسًا. فمستحيل إن إحنا نحط هدف، الهدف النهائي، من غير ما أصلًا نعرف إحنا فين، لإن بناءً على موقفك الحالي الstance بتاعك الحالي ده بنعرف نحدد الأهداف. فقبل أصلًا ما بنحدد الهدف لازم نقيّم نفسنا. تقييم النفس مش ضروري متعلق بالفلوس بس، أنت على حسب الهدف اللي أنت عايز توصل له. فأنت مثلًا عايز وظيفة جديدة، تمام، عايز تترقى في وظيفتك، تمام، ما فيش مشكلة، ده الهدف المبدئي مش الأساسي بس المبدئي. فبناءً عليه أنا محتاج أعرف أنت موقفك إيه. مثلًا أنت عايز، تعالَ نقول، تترقى في وظيفتك، أنت بقى لك قد إيه في الوظيفة دي؟ طب هو في كام واحد في الفريق بتاعك؟ طب في كام position فوقيك ينفع تترقى لهم؟ طب هو الناس أصلًا بتترقى فترات كل قد إيه؟ لأن أنت ما ينفعش يكون مثلًا دي أول أسبوع ليك في الشغلانة وتقول لي أنا ناوي أترقى، مش منطقي. بس طبعًا ممكن نحط إن بدايةً من آخر السنة اللي هو باقي لك سنة في الشركة، ساعتها نبدأ نفكر في الترقية، وهكذا. أيًا كان بقى الهدف بتاعك لازم نقرر إحنا واقفين فين، لازم نقرر النقطة الأولى اللي إحنا بادئين فيها. بعد كده بنخش بقى على تاني خطوة، ودي خطوة مهمة جدًا. وعلى فكرة يعني عشان نقفل أول خطوة صح، لو أنت عايز تعرف إزاي تعرف الstance بتاعتك، بتبدأ تسأل نفسك أسئلة علشان توصل للإجابات بتاعتها، والإجابات دي هتقول لك أنت فين. الأسئلة ممكن تكون: هل أنا ابتديت في الهدف بتاعي ده قبل كده والّا لأ؟ أنا وصلت لأنهي level فيه، لو الهدف ده متقسم لlevels، لو أنا عايز أعمل فلوس، أنا وصلت لlevel إن أنا باعمل فلوس من الموضوع والّا لأ باجرب بس؟ وصلت لlevel إن أنا خدت كورس بس ما نفذتش والّا لأ بانفذ؟ وصلت لlevel إن أنا باعمل مثلًا $1000 في الشهر فأنا عايز أزود والّا لأ؟ وهكذا. وتسأل نفسك
إيه اللي أنا عملته صح وإيه اللي أنا لسه ما عملتوش. يعني أنا مثلًا باحاول أنزّل محتوى، فاللي عملته إن أنا بدأت فعلًا أنزّل محتوى، اللي ما عملتوش إن أنا مش باعمل edit للمحتوى بتاعي، فالمحتوى بتاعي شكله مثلًا وِحِش جدًا وهكذا. فدي مجرد 4 أسئلة تسألهم لنفسك، ولو رُحت لChatGPT مثلًا وقُلت له يسألك أسئلة عشان تعرف موقفك الحالي في الهدف بتاعك، هيعرف يسألك أسئلة أكتر وأحسن كمان. طيب تاني خطوة عندنا هي تحديد الهدف. أنت كل اللي أنت عملته ده أنت بتحاول تعرف موقفك الشخصي، وأنا شخصيًا لمّا باعمل التمارين ده باسأل نفسي الأسئلة دي في كل مجالات حياتي، يعني باسأل نفسي في الدين، باسأل نفسي في الشغل، باسأل نفسي مع العيلة، باسأل نفسي في السفر، في الحالة النفسية، في الصحة، في الجسم، في الأكل، يعني باسأل نفسي في كل حاجة، لإن أنا باركّز على كذا حاجة في السنة. وهنا بقى هاقول لك الحاجة اللي هتبوظ حياتك. أولًا أنا هاقول لك يعني إيه هدف، يعني كلمة الهدف دي الgoal الهدف اللي إحنا بنحاول نوصل له، يعني إيه أصلًا؟ وهاقول لك إزاي بنعمل له setting، إزاي بنختاره وبنحدده، وهاقول لك بعد كده معلومة في الآخر هتحطّم كل آمالك وهتفهّمك أنت ليه بتفشل في كل السنين اللي فاتت دي. أولًا لمّا بنيجي بنتكلم على تحديد الأهداف، في حاجة اسمها smart goals. ما ينفعش تحدد هدف عادي، لأ لازم تحدد الهدف بصيغة الsmart goal هاشرحها لك دلوقتي. الهدف العادي هو أنا على آخر سنة 2026 عايز أبقى غني، ده هدف غلط. أنا في آخر سنة 2026 عايز وظيفة، ده هدف غلط. أنا في آخر سنة 2026 عايز عربية، ده برضه هدف غلط. كل الأهداف دي غلط. غلط ليه؟ لإن في حاجة اسمها smart goals، دي صفات للهدف نفسه لازم تكون موجودة في الهدف علشان تعرف توصل له. طيب إيه smart؟ smart دي عبارة عن كلمة مكونة من حروف SMART، وكل حرف من الحروف دي بيرمز لكلمة معينة. فالS بتقول لك إن هو specific، لازم يكون الهدف بتاعك محدد. الM بتقول إن هو لازم يبقى measurable، يعني لازم الهدف بتاعك يكون ينفع يتقاس. تالت حاجة الA بتقول لك إنه attainable، يعني الهدف بتاعك لازم يكون ينفع توصل له، مش مثلًا حاجة أنا نفسي أوصل للقمر، ما ينفعش، مش حاجة منطقية. بعديها الR إن هو يبقى realistic، يكون حاجة واقعية، ما تكونش حاجة أصلًا يعني مثلًا ما اخترعتش قبل كده، أو حاجة أصلًا ما ينفعش تتعمل في أرض الواقع يعني. أنا نفسي أحمل وأنا اللي أخلِّف بنفسي وأنا راجل، لأ مستحيل طبعًا. وآخر حاجة T time bound، يعني ليه فترة زمنية محددة. فلمّا ناخد المثال الوحش اللي قلناه في الأول، أنا عايز على آخر 2026 أبقى غني. الحاجة الوحيدة اللي قُلتها هنا صح هي الفترة الزمنية، آخر 2026. أبقى غني، إيه غني دي؟ ما هو في واحد بالنسبة له ال20.000 جنيه هو كده غني، في واحد بالنسبة له ال1.000.000 جنيه ده فقير، فهو إيه غني دي؟ حاجة للأسف مش measurable، ما ينفعش نقيسها، ومش specific، يعني غني وخلاص. فلو أنا هاحوّل الهدف ده لحاجة measurable أكتر، فأنا مثلًا ممكن أحوّل أقول أنا عايز على آخر سنة 2026 يبقى عندي مصدر دخل شهري مستدام من 50.000 جنيه وأنت طالع. فأنا كده بقيت محدد الهدف بالضبط. فأنا دلوقتي النهارده لو بقى عندي مصدر دخل دخل لي خلاص في الشهر، أنا كده وصلت لتِلت الهدف. لو مصدر الدخل ده بقى مستدام كل شهر، ده التِلت التاني. لو المصدر الدخل ده وصل ل50.000 جنيه، ده التِلت التالت. فأنا قدرت دلوقتي إن أنا في السنة أوصل للهدف الحقيقي بتاعي. ممكن نعمل مثال تاني، أنا عايز أشتري عربية، ما فيش حاجة اسمها كده. أنا عايز على نُص السنة أكون حوّشت مُقدّم 100.000 جنيه علشان أدفعه في عربية. فأنت كده في نُص السنة حددت إن في نُص السنة هتكون خلّصت الهدف ده، وهو الهدف المُقدّم اللي هيجيب لك العربية. ممكن تزوّد تقول وعايز يكون دخلي أكتر من القسط مثلًا ب60% مثلًا يعني، وهكذا. فهو الهدف إن إحنا نحط الأهداف بتاعتنا بشكل smart، بشكل تاني specific measurable attainable realistic وtime bound. دي فكرة الsmart goals، ودي الأمثلة اللي إحنا خدناها. الحاجة بقى اللي هاقولها لك اللي إيه، اللي هتغيّر كل حاجة. أكبر مشكلة الناس بتواجهها في حتّة الأهداف، إن الناس بتيجي كده على أول السنة الحلوة دي أهو، وأنا باجيب ورقة وقلم وأنا باعمل كده برضه، وباكتب أنا يا وائل عايز بسم الله الرحمن الرحيم مثلًا في حالتي أنا الشخصية، عايز أنزّل محتوى يزوّد لي المتابعين بتوعي، حلو؟ عايز أكسر ال1.000.000، فأنا باحط الهدف ده. بعديها باقول وأنا عايز بقى أواظب على الgym طول السنة علشان جسمي يبقى حلو، فده الهدف التاني. أنا بقى عايز آكل كويس علشان صحتي البدنية تبقى كويسة، الهدف التالت. أنا عايز أحفظ المصحف كله في خلال على الأقل نصه في خلال السنة الجاية دي، فده كده هدف ديني. وعايز أصلي كل الصلوات بكل السنن، وأصوم اثنين وخميس، وأقيم الليل كل يوم. فكل الأهداف دي مفيش مشكلة. ومش بس كده، أنا عايز أسافر 10 دول السنة الجاية دي،
ماشي، مش بس كده، ده انا عايز افتح شركه جديده كمان. لا لا، مش بس كده، ده انا عايز الثلاث شركات بتوعي ازود دخلهم 10%. لا لا لا، مش بس كده، ده انا عايز اشتري عربيه جديده، وعايز بقى يعني بص بقى شوف اللي انا بعمله ده. عمال احط اهداف كتير جدا، مع العلم ان احنا لو فعليا بصينا على كل هدف من الاهداف دي هم ينفع يتعملوا مع بعض. انا مش بقول لك هم ما ينفعش يتعملوا مع بعض. ومش بس كده، عايز اقول لك انا شخصيا لما بحدد اهداف بحدد 5 6 اهداف في السنه. يعني انا معايا الكراسه اهو، انا بقول لك انا مثلا كنت بظبط البلاننج بتاعت السنه اللي هتبدا دي. فانا فعليا الاهداف اللي حاططها 3 4 5 6 7 8 9 اهداف حاططهم. وعايز اقول لك هم اتينبل كلهم مع بعض، لان هو في اهداف منهم ممكن تخلص في اسبوع اسبوعين من السنه عادي جدا يعني. فاللي انا بقى جاي اقوله لك ان ده غلط وانت لسه بتبتدي. لو انت دي اول سنه تبدا تعمل بلاننج صحيح وعايز توصل لاهداف معينه، والهدف ده كبير بالنسبه لك، عايز تفتح مصدر دخل جديد، عايز تعمل فلوس جديده، عايز تعتمد على الشغل اونلاين مثلا، انت محتاج تحدد هدف واحد بس في السنه كلها. يعني السنه كلها وائل هركز على حاجه واحده بس، مليون في الميه مليون في المية وخلي بالك في اهداف تانية جانبية زي مثلا الصلاة والعبادة، ما هو ده يعني انت كده كده هتعمله غصب عنك، هتعمله، ده الاولوية. إيه الاكل كمثال، او انك تاكل كويس، ده ممكن تعمله وانت في الهدف بتاعك، يعني دي حاجة انت مش هتحط فيها مجهود. الجيم بياخد وقت ومجهود، فانا كوائل مش هقول لك ركز قوي في الجيم جنب الحاجات التانية، وغيرك هيقول لك ركز مش مشكلة. بس انا كوائل اقول لك ركز في حاجة واحدة بس. ما تحطش هدف انك تفتح شركة وتشتغل فريلانسر وتفتح تجارة دروب شيبينج وتبقى لا لا لا، هي حاجة واحدة بس. وده السبب الرئيسي ان 80% من الناس بتفشل في ان هم يوصلوا الاهداف بتاعتهم، لان هم بيحطوا اهداف كتيرة جدا، فالناس بتبقى مشتتة في حاجات كتيرة قوي، فما بتعرفش في الاخر تنجز اي حاجة منها. فده يعني الخلاصة في النقطة دي، ما تعملش كل حاجة، ركز في حاجة واحدة بس، هدف واحد بس. طيب انت دلوقتي على الورقة بتاعتك عملت تقييم لنفسك، عرفت انت واقف فين، وحددت هدف واحد وحددته بالشكل السمارت. الخطوة الثالثة بتاعتنا ان احنا بنبدأ نعمل بريك داون للبلان دي، بنقسم البلان دي على الفترة الزمنية بتاعتنا. وليكن احنا دلوقتي بنبلان سنة 2026 كلها، فانا عايز اقسم السنة بتاعتي، هي انا في السنة دي هشتغل على الهدف ده ازاي. احنا بنعمل حاجه اسمها باكوردز بلاننج او ريفرس انجينيرنج. يعني ايه؟ يعني بنبدا من الهدف، بنبدا من اخر يوم في سنه 2026 ونبدا نبص لورا كده، انا محتاج اعمل ايه الشهر اللي قبلها، طب اللي قبلها، طب اللي قبلها، وهكذا. فبنقسم السنه اول حاجه لكوارترز. يعني ايه؟ لارباع. فالسنه فيها 4 ارباع بالظبط، 3 شهور 3 شهور 3 شهور 3 شهور. فاحنا دلوقتي اول حاجه بنعملها ان احنا بنشوف، انا مثلا لو حددت ان انا عايز اعمل مليون جنيه في سنه 2026، ده معناها ان انا في كل ربع سنه محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل ربع مليون جنيه في كل ربع سنه. هتحط هدف مثلا ان كل ربع سنه هتحط ربع مليون جنيه. مع العلم ان انا لما بعمل التمرين ده مش بحطه بالشكل ده، مش بقسم الهدف النهائي على الاربعه متساويين. ليه؟ لان انا اول السنه هكون لسه ببني مصدر الدخل بتاعي، فطبيعي الفلوس اللي هتخش هتبقى اقل. تاني ربع من السنه هكون فهمت وتعلمت وجربت، فالدخل هيبقى اعلى. تالت ربع حابه بضخ اعلانات وماركتنج، فببقى بعمل فلوس كتير قوي. ورابع ربع حابه بقى بعصر عشان اوصل للهدف. فانا في الاغلب كوائل بقسمها مثلا، يعني اول ربع 100,000 بس، تاني ربع هيبقى مثلا 250,000، وتالت ربع هيبقى 400,000، واخر ربع هيبقى المتبقي من المبلغ والزياده اللي تيجي منه. ولكن الهدف دلوقتي اللي انت عايز توصل له انك تقسم السنه لاربع ارباع، وتحط الرقم اللي انت عايز تعمله في كل ربع. بعد كده بتقسم السنه ل 12 شهر، وتقسم الهدف اللي انت حطيته في الربع الواحد ده على الثلاث شهور اللي جواه. بعد كده كل شهر بتقسمه لأربع أسابيع. فمثلا لقيت إن أنا في الشهر محتاج أعمل 80,000 وفي 4 أسابيع، هنقسم ال80 على 4، فهنكتشف إن أنا محتاج أعمل مثلا 20,000 كل أسبوع. فهي انت محتاج تقسم بقى الاهداف لحد ما توصل للاسبوع، مش هنقسمها لليوم، هنقسمها للاسبوع فقط. طبعا انا دلوقتي بتكلم على الفلوس، فالحسبه سهله. هتقول لي طب انا ازاي اظبط نفس الحسبه دي على هدف تاني، هدف ملوش علاقه بالماديات او ما بيتحسبش بالماث؟ نفس الحاجه، والله انا مثلا عايز اجيب 100 عميل، فبنقسمها بالعملاء. انا مثلا عايز ابني شركه او اعمل بروجكتس او حاجه معينه، بشوف عدد الساعات اللي انا محتاجها وبقول خلاص يبقى في الشهر محتاج احط عدد ساعات كذا وهكذا. هي بناء على الريسورسز، الموارد اللي انت محتاجها عشان توصل للهدف، هي دي اللي انت بتقسمها على الكورتر وعلى الشهر وعلى الاسبوع. طيب بعد كده ايه بقى الخطوه الجايه بعد ما عملنا الخطه بالارقام دي؟ اول حاجه، ازاي بقى هنوصل للارقام دي؟ فانا قلت انا مثلا محتاج اعمل 100,000 في الشهر، فمحتاج اعمل في الاسبوع 20 او 80,000 في الشهر، محتاج اعمل في الاسبوع 20,000. طيب هعملها ازاي بقى؟ هي دي الخطوه الرابعه بتاعتنا.
ايه الشغل اللي انا محتاج اعمله عشان اوصل لده. فانا مثلا لو شغال فريلانسر كمثال، طيب فانا محتاج يا وائل دلوقتي اعمل 20,000 في الاسبوع، وانا الساعه بتاعتي مثلا ب1000 جنيه، فانا محتاج اشتغل 20 ساعه في الاسبوع. او العميل عندي الشغلانه ب1000 جنيه، فانا محتاج 20 عميل في الاسبوع. انا بدي امثله اي كلام طبعا. فساعتها ببدا احدد مش كفلوس بس، كشغل. انا محتاج كام عميل في الاسبوع، انا محتاج كام عميل في الشهر، انا محتاج كام عميل في الكورتر. طب انا محتاج ازود سعر الكام، واظبط البرايسنج بتاعي، واظبط عدد العملاء اللي انا محتاجهم لحاجه توصلني للهدف وتكون منطقيه. محدش يقول لي انا حسبتها وانا محتاج 1000 عميل في الاسبوع. ما انت مش هيجي لك 1000 عميل في الاسبوع، فانت محتاج تحطها لحاجه زي ما قلنا اتينبل، ينفع توصل لها، ورياليستيك منطقيه. مش حاجه انا محتاج مليون عميل ومفيش مليون عميل طبعا. فهي دي الخطوه اللي بعدها، ان احنا نقسم الارقام دي للشغل اللي انا محتاج اعمله علشان اوصل للارقام دي كلها. وهنا نيجي لاخر حته خالص. اخر حته دي انا مش هقولها لان احنا هنعمل لها حلقه مخصوص، ولكن هي فكره انه خلاص الخطه قدامك والخطه جاهزه وانت جاهز خلاص. اللي بيحصل المشكله ان انت بتصحى تاني يوم ومتحمس للخطه وبتشتغل عليها، وتالت يوم متحمس يا سيدي. اول شهرين مثلا من السنه انت فعلا بتمشي وبتنجز وبيجي لك عملاء وكده. مع الوقت بتبدأ تحبط لأن الخطة مش ماشية زي ما أنت كنت متخيل. مع الوقت بتبدأ تتعب لأن أنت زهقت إنك كل يوم بتشتغل 4-5 ساعات في شغل على جنب غير شغلك الأساسي. مع الوقت بتبدأ تبقى مكتئب. مع الوقت بيحصل حاجات في الحياة بتزهق. مع الوقت بتتزنق في فلوس. مع الوقت بيحصل أزمات، بتبقى بتصحى أنا مش قادر أشتغل. فهنا في معضلة، هي فكرة إن أنت بتشتغل بالموتيفيشن بتاعك، أنت بتشتغل بحالتك المعنوية، مخلي حالتك المعنوية تتحكم فيك. طبعا المشكلة دي هي سبب ان كلنا بنقع في الاخر، لان كلنا عندنا اسباب بالهبل، والدنيا ما شاء الله عمالة تزق اسباب اكتر ان احنا ما نكملش في الحاجة اللي احنا بنعملها. فعشان كده في حاجة اسمها ان انت تخلق سيستم معين، فالسيستم ده هو اللي يخليك تكمل. انت بتشتغل كل يوم عشان خاطر السيستم، ايا كان مودك بقى، حلو وحش، زعلان فرحان نايمان هفتان، ايا كان ايه، السيستم ده هو اللي بيخليك تشتغل. ودي حاجة هنعمل عليها حلقة مخصوص، لان دي حاجة محتاجين نتكلم فيها، لان هي اكبر مشكلة بنواجهها كلنا. لو قدرت تعمل الكلام ده كله، اوعدك على اخر الفيديو هيبقى معاك خطة كاملة ان شاء الله لهدف واحد بس في سنة 2026. طبعا ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل سبسكرايب ولايك وشير وكومنت، وتكتب في الكومنتات برضو لو انت عايز تتكلم عن حاجة معينة. واشوفكم في الحلقة اللي جاية.